امال ايه فكره ما من انسان الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا؟ ايه الموضوع ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مفيش عبد مفيش انسان الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. ممكن بالمناسبة يبقى نفس الذنب بيعتاده الفينة بعد الفينة لأن نفسه متعلقة بيه، وكل إنسان عنده نقطة ضعف أو نقطتين أو 3 كل شوية يقوم واقع في ده واقع في ده واقع في ده. تمام؟ طيب هل ده معناه ان هو ذنب واحد؟ لا، ممكن يبقى ذنب ويتغلب عليه في وقت ويجي ذنب تاني ووقت بعد كده ثالث ذنب، وممكن يطلع ذنب واحد. طيب او ذنب هو مقيم عليه على طول بيعمله لا يفارقه الا يفارق الدنيا. بس انا هسأل سؤال واحنا بنقرأ الحديث، هل الراجلين دول زي بعض؟ لا. الراجلين دول مش زي بعض. في واحد نفسه في نفس الدرجة، وهل الذنوب كلها في نفس الدرجة؟ لا. فوانت بتقرأ الحديث تستحضر الحاجتين دول. رقم 1 ان الراجلين دول مش زي بعض، ده رقم 1. رقم 2 ان ذنب الراجل ده بيتفاوت سواء ده او ده. تمام؟ بعد كده تقرأ بقية الحديث. ان المؤمن خلق مفتنا. يعني مفتنا يعني قابل للفتنة، يعني ممكن بيتزحلق لما تزحلقه يتزحلق عادي. ان المؤمن خلق مفتنا توابا. اول ما يقع في الفتنة اللي يحصل المؤمن يتوب على طول. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دايما يغلط يتطهر يغلط يتطهر. تمام؟ إن المؤمن خلق مفتنا توابا. بس أول ما يتوب اللي يحصل برنس هو بس برضه ينسى نسيا، ينسى يعيش يوم 2 3 4 شهر 2 الدنيا تزحلقه. طب ما الدنيا تزحلقه اللي يحصل يقع في الذنب تاني. فما يقع في الذنب تاني يجي له واعظ من بره أو واعظ داخلي يقوم قايل له إيه؟ يا ابني انت كنت تايب من الذنب ده، ارجع تاني يتوب. اذا ذكر ذكر. فدي دورة حياة المؤمن، انه هو مش معصوم، فممكن يتزحلق ويقع في الفتنة. فلما يقع في الفتنة ايه اللي يحصل؟ يقع فيها بالفعل بس قلبه يوجعه وده ينغص عليه حياته، فيقوم ويتوب لله عز وجل ويستقيم فترة، وبعد ما يستقيم فترة يقع تاني لانه بينسى، واول ما ينسى تيجي حاجة تذكره يقوم راجع تاني ويتوب وهكذا وهكذا. فمش معنى ان الانسان خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر ان هو يكمل في الذنوب. لا، ده معناه ان انت الحديث ده لما اتقال، احنا دايما بننسى الحديث اتقال ليه. الحديث ده مش لما اتقال، اما قاله النبي صلى الله عليه وسلم دانا نفكر كده، هل هو قاله عشان لما اغلط ارجع ولا قاله عشان اكمل غلط؟ عشان لما اغلط ارجع واضحه وصريحه. لما اغلط ارجع يعني مش عشان اكمل غلط. ده واحد عجيب. انا بقول الناس اللي بتفهم الدين بالطريقه دي ده راجل عجيب. طب تيجي تقول لي ايه؟ طب ما الراجل الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. اقول لك دي حاجه ليه هو، تمام، الشخص ذات نفسه اللي هو عنده ذنب كسره قوي للدرجه دي، وكل ما يعني هو الصبح قال لك ايه، انا هبطل ان انا اعمل كذا، وجاب الليل وقع فيه، وبعدين اعمل ايه، انا هبطله، يجي الصبح يقوم عامله، انا هبطله، يجي بالليل يقوم عامله. ما سابش الدنيا، عشته من اولها لاخرها هي عباره عن يعمل الذنب ويتوب، يعمل الذنب ويتوب، يعمل الذنب ويتوب، يعمل الذنب ويتوب. مش ان هو قال لك ايه، لا انا الحديث ده لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. انا قاعد مع الذنب. انا كنت لسه هقول له انت ما قلتش النقطه دي كنت هزعل منك. اصل انا اصلا تمام يعني كده. لا ده الذنب اللي انا بعمله لحد ما ده الذنب اللي انا بعمله. يا سيدي الفاضل ده بني ادم مقاوم، وقال على كده. وخلي بالك انت ليه فصلت اول الحديث عن اخر الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بعد ما قال الاثنين دول؟ قال ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. الاثنين دول كده بيتوب وبينسى وبيتذكر وبيقع. الاثنين. الفرق بين الاولاني والتاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاولاني يعتاده الفينة بعد الفينة، مسافات طويلة. انما التاني ده اللي هو الذنب مثلا بيعمله، هو بيعمله ويتوب منه يعمله تاني على طول، يتوب منه ويعمله تالت على طول، او يعمله 3 4 5 مرات 6 مرات ومن غير ما يتوب، وفي الاخر يقوم تايب منه يعني هو مش متصالح مع فكرة وجود ذنب في حياته، بدليل اخر الحديث ما هو قال توابا اهو. فهمني؟ انت عارف الحديث ده بقى للعاقل يطمني. ده للعاقل. ده حديث. ده بص، ده اولا بيجاوب على سؤال اللي كل شويه بتسال لنا كلنا، يا شيخ انا ببطل الذنب وارجع اقع فيه، انا ببطل الذنب وارجع اقع فيه، يا ترى ربنا يغفر لي، انا كده نصاب، هو انا كده منافق، هو انا كده مش عارف ايه
الحديث ده بيجاوب السؤال ده. ما انا عندي حته في الحته دي بس بعد جايلك. حضرتك تقول ماشي. والحديث ده كمية اطمئنان غير طبيعية. يعني يا رب انا حلو كده يعني، وانا مقاوم للذنب، انا حلو. ان المؤمن هو خدت الختم الايمان، خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر. فسبحان الله العظيم، يعني طول ما انا مقاوم الفرق ما بين المذنب وما بين المؤمن اللي ذكر هنا، المذنب اللي هو مش مؤمن والمؤمن اللي ذكر هنا، ان في واحد استمرأ الذنب عجبه، وهو بص للذنب بتاعه قال لك والله بقى انا بحب السجاير مش عايز ابطل، انا بحبها اصلا، انا والله الحاجات اللي بشوفها دي يا عم ده المزاج، وربنا عارف انا بعمل ايه خير تاني وانا زي الفل. هو قابل الذنب وحبه وتصالح معاه. لكن المؤمن ده ما عملش كده، ده قلبه محروق، ده عايش في ألم، ده عايش في صراع، ده عايش في حاجة لا تنتهي، يزق ويتزق يزق ويتزق، ده هو عايش في خناقة ومصارعة إلى أن يلقى الله. المقاومة، وانت مش متخيل المقاومة دي مؤلمة ازاي، ومن يتحملها يوصف بالإيمان، لأنه قادر يعيش في الخناقة دي طول حياته، قادر يزق ويوقع وبتاع. احسن منه اللي غلب، انا فاهم، احسن منه اللي موقع وجابه لمسه اكتاف. خلاص. والايمان يتفاوت، ما هو في اللي هيعرف يجيب لمسه اكتاف، في اللي مش هيعرف، اللي هيعيش في المقاومه. فاللي عاش في المقاومه ده مؤمن، بس الفكره انه يفضل عايش في المقاومه مهما كان الذنب. مهما كان الذنب.